طبعا هاي الحديقة رجعت يطلع بيها الحشيش. شوف شلون صار لونها أخضر، يعني لا فاد بيها اللي أنا رشيته ولا اللي رشاه هذا المكسيكي اللي جاي سوى لي الحديقة. زين ماكو، ما فادنا. هاي الشجرة تلفتنا تلاف، تلست الشارع كله من هذا الورق. هسه زين شوي، خاف كانت هنا وين كانت مليانة. هسه هاي راد لها لازم اغسلها. يوم شوية اللي طلعت الشمس اليوم والبارحة، كان اسبوع كامل كله مطر والجو كلش بارد هسه عندنا. هسه شو اسوي؟ انا لازم اروح اشتري لي مادة ثانية يعني احسن من اللي رشيتها، حتى لو شوي اغلى. قام يطلع هذا، قام يطلع. شوف الحديقة اللي ورا هم كله رجع، لا بي ولا بشغلي. النوم لا النوم يرجع مثل قبل، هم يقبط. بس شو اسوي؟ خلنا نطلع اغسل الطارمة، الميلت كله من هذا الورق جاب لنا الطين النوب. هاي السوانده مفتوح. نغسلها. اذن الدواسات اول مرة ما جاته. طبعا هذا الورق، ماكو الورق اللي طاح من الشجرة، اخذ له كم يوم يعني هنا بالطارمة. شوف شلون طبع هسه. جاي احاول وياه انه غسله ما جاي يروح. شوف طبع. شوف هسه هاي ورقة، كانها ورقة محطوطة على الطارمة. زين هاي بس شنو الاثر مالته؟ ادري شنو، ما تقول لي ورق مال حنة شنو، ومو حنة. هاي الحنة الحنة هيك تطبع. اسولف بيني وبين روح، اقول هسه ورق ولا طين. اتذكر بالعراق شنو اذا مطرت الدنيا الشوارع تصير عباره عن طين، خاصه شنو بالشوارع ام قصر. ام قصر هي المفروض تصير بالمرتبه الاولى يعني بالنظافه والخدمات. كانت الشوارع مالتنا كلها طين. هسه الحمد لله يمكن بلطوها، بلطوها اتذكر رحنا اخر مره لقيناها مبلطه ومرتبينها شويه، بس انا من كنت بعهدي لا كانت كلها طين. زين يعني اذا مطرت الدنيا ماكو بعد تنحصر، ظلت تشبخ الشبخ. بس انا اقول اشوف الشوارع هاي مالتنا اقول الحمد لله والشكر، يعني بالورق ورق ولا طين. هسه شو اسوي؟ اطلع الحاويه هاي الخضراء اللي مال هذا الورق، مال الحشيش. كان هو ما مستخدم، اصلا ما مستخدمين. ما عندنا ايش اسمه حشيش نحشي. الصوصي بعد. هسه اليوم ما شاء الله الجو كلش حلو، شمس مفولة. راح هسه عندي كم شغلة اخلصهن. اودي هاي بطالة الماي الفارغة، وبدربي هم اجيب من عندهم اكياس فارغة. وراها اروح للهوم ديبو اشوف لي هذا شو اسمه، هاي المادة مال الحشيش. اشوف بس كون عندي هاي اللزقات، يحتاج لي 3. هسه هذا 1 بعد 2. ايه هذن 2. هذن اللزقات هاي الكود لزقتهن، واروح ادبهن بذاك الشباك. راح اطوف جوا اجيب اكياس من عندهم اشتري. I get some bags. Yeah. بس يسوي سكان لهذا الكارت مالتي، الحساب مالتي، ويعطيني اكياس. هم يقصون الحساب مالتي. هاي اذا اريد اسحب هاي الكود واريد اشيك حسابي او اسحب فلوس من هاي اسمه الكابينه. يلا ابو سميره. ثانك يو. يو تو. هسه ذني جبتهم كل وحده بها 10. هسه هنا بهاي الهوم ديبو، هذا هنا عندهم هذا القسم مال الحدائق. هنا عندهم شنو الامريكان يسوون مثل الملحق، يخلونه بالحديقه او يخلونه بصف البيت مالتهم اذا اكو مجال. هسه هذا شكل، هذا شكل، هذا شوي اصغر، يعني طبعا باك شنو بيت. والله ما دخل. شوف مفتوحات يصيرون طب لها مخفوضات. شنو راح يبدي عندنا موسم مال كريسمس بعد جد. هسه احنا اليوم 10/11. تدري الكريسمس بعده تقريبا شهر و20 يوم. بس هم شنو الجماعه من قبل شهرين تبدي التحضيرات.
حتى الكل تستفاد. بس والله حلوة هاي الأشجار، شلون أشكال حلوة. يعني الهالوين بدوا هم قبل شهرين، بدوا تجهيزات يعني يبيعون غراض ما غراض، والكريسماس هسه هم تقريبا قبل شهرين. هاي هسه هنا يبيعون هاي المواد مال الحدائق، يعني مواد كيميائية. أنا النوعية اللي اشتريتها ذاك اليوم هاي اللي اشتريتها ب$30 يمكن، أتذكر $30. وينها؟ هاي يمكن. اي من ذني. طلعت عاوية. نشوف شوية نوعية زينة. زين أنا وين أعرف النوعية زينة؟ ما أعرف. والله ما أعرف، بس شنو أشوف على السعر بلكي. صار هنا شنو كاتبين هم ويد كيلر، يعني قاتل الأعشاب. زين result in hours، يعني النتيجة مالته تبين بساعات. زين خلي أشوفها والله بس قد السعر مالته 44.97، يعني $45. يعني كاتبين يقتل أكثر من 250 نوع من العشب، يوصل لحد الجذور. زين ما يأذي الثيل إذا أكو ثيل. هسه أنا ثيل ما عندي. زين بس هسه ما شو هاي ب44 وهذا ب27، شنو الفرق؟ وهاي هو شو نفس النوعيات بس السعر يختلف. أحسن شيء أروح أسألهم على النوعية الزينة، لأن أنا ما أعرف النوعيات. راح أقول لهم إياها النوعية الأحسن. بس كون قاعدين لا معزلين والله بعدهم ما قاعدين. هسه هاي القسم هنا ورا عندهم ورا البناية كلها هاي التجهيزات مال الحدائق، شو تريد موجود. هاي السنادين. هسه عرفت الفرق بين هذا ابو 44 وهذا اللي بصفه نفسيته تقريبا ب27، وهاي اكو هم نوعية ثانية هم ب21. هذا طلع شنو كونسنتريت، يعني شنو مركز. هذا الظاهر شنو يعني شوية مخفف محللين يعني، فهذا يصير أقوى تأثيره، ولهذا سعره أغلى. ناخذ هذا، خلينا ناخذ هذا مركز بالكذا. Thank you for shopping at the Home Depot. هسه قبل لا أروح للبيت ودي أسوي هاي مال الحديقة، راح أمر على الوول مارت، راح أسوي لي اللفة مال سلمون. أنا شنو أقعد الصبح يعني الفجر على وقت وأتريق، هيك وقت قبل الظهر أجوع. ذاك يوم أنا بالوول مارت لقيت لي نوعية مال السمك هي السلمون، بس شنو معبينها يعني بشيس بسعرها شي $1.50، وعليها شوية ليمون وبهارات وهاي كلش طيبة. هي بقسم المعلبات هاي سيزون. هاي هسه هاي اكو نوعية ب$3. زين هاي شوية صغيرة أكبر، أنا أخذ هاي صغيرة $1.50 تقريبا. أول ما راح أنظف الحديقة من هذا الورق، لأن هذا شنو ما يخلي المادة توصل للحشيش. طبعا هاي الحفر ولا مرتاح لها أبد. زين لأن هاي ما كانت موجودة قبل، لا يعني ورا ما قتلت الحية، بس لا أكو وحدة ثانية بعد. اليوم راح أسولف لكم على شغلات التأمين مال السيارة وشنو صار وياي بشغلات التأمين مال السيارة. أنا التأمين مال السيارة عندي شركة صار لي 4 سنوات، يعني أول ما دخلت أمريكا لحد هسه أنا وياهم، يعني أكثر من 4 سنوات. يعني كل شهر يتغير، كل فترة يتغير، يصعد ينزل يصعد ينزل. المهم بس هسه آخر شيء يعني هسه احنا شهر 11، بشهر العاشر راسلوني، هو التجديد مال العقد يصير بشهر 11، فقالوا شهر 11 راح يصير الدفع مالتك مكان ما 94 بالشهر راح يصير 104. زين فأنا الحمد لله يعني ما عندي، لا عندي حوادث ولا عندي مثلا تكت مال مرور، لا مال سرعة ولا مال إشارة ضوئية. هذا كلهن يفيدنك بالتأمين، شركات التأمين. زين فاتصلت بهم يابا قلت لهم أنا الحمد لله أشكر يعني ما عندي حوادث ولا عندي شيء، ليش زيدتوا علي؟ قالوا ها شغلة التضخم اللي صار بأمريكا فكل الأسعار جاية تصعد. قلت لهم أوكي أنا هذا الشيء ما يعجبني، وراح ألغوا لي شو اسمه العقد مال التأمين. لغوا لي، فرحت شفت لي غير شركة. يعني الحمد لله الشركة الثانية قريب على السعر القديم اللي هو 94. بس شنو هاي الشركة؟ هاي الشركة تسوي لي تعقب. زين انطوني جهاز، هسه راح اراكم الجهاز وين خليته. انطوني جهاز يسوي لي تعقب.
هاي الشغله هي زينه ومو زينه، يعني تفيدني وما تفيدني. بهذا الجهاز يتعاقبون على 3 شغلات، هي السرعه والبريك المفاجئ، واذا اسوق بعد 11 بالليل. زين، فهاي شغلات اذا مثلا ضبطتها وما عندي اي ملاحظات او ما عندي اي سرعه وغيرها، راح شو يسوي إن شويه الدفع مالتي الشهري يقل. وكذلك يحسبون على المايلات، يعني محددين لي مايلات امشي بيها. زين، فانا هسه تقريبا صار لي 10 ايام وياهم لحد هسه، الحمد لله والشكر، يعني ما عندي سياقه ورا 11 بالليل، السرعه ما متجاوزها الحمد لله. بس عندي شنو 3 بريكات مفاجئه. هاي 3 بريكات مفاجئه يعني شنو معناتها؟ معناتها انه انت اما مدولغ جاي سوق مدولغ وراسه مثلا شوف السياره قدامك او شخص قدامك، او ما منتبه للاشاره مال الاشاره الضوئيه وراسه وقفت بريك. هاي كلها يعني عندهم انه هاي صدق هي الله يكفينا شر وراها نتيجتها انه سوى حادث. فالحدث عندي انا 3 بريكات. زين، انا ايش راح اسوي؟ راح اشوف الشهر الجاي قد يحاسبوني، يعني هاي تفيدني ما تفيدني. اذا فادتني كمل وياهم، ما فادتني يعني شفت انه هذا المعقب جاي ياذيني، لان هو صدق هسه جاي ياذيني. يعني انا جاي امشي هسه بالشوارع مقيد، يعني خاف ادوس بريك قوي، خاف مثلا اتجاوز السرعه. زين، فاشوف اذا فادتني كمل وياهم، ما فادتني لا اشوف لي غير شركه. هذا هو الجهاز مال التعقب، صاير جوا الستيرن. زين، هو هذا اللي يسجل علي. والله خلنا فصله، ما ادري يصير فصله لا، ولك لاطش هذا. هسه انا رايح عندي باكج او باكيت مال امازون، يعني اشتريت من امازون وارد ارجعه، ما عجبني. الحلو هنا بامازون انه البضاعه تجيك او السلعه اللي تشتريها تقدر ترجعها، يعني تفتحها وتجربها وتبقى عندك فتره. زين، وتقدر ترجعها ويرجعوا لك فلوسك كامله. احنا وين هسه بنص 11، ف ارد ارجع هاي السلعه اللي اشتريتها. شو انطوني وقت؟ انطوني منها لحد الشهر الثاني. تخيلوا يعني ايش قد كم شهر منها لحد الشهر الثاني اقدر ارجع السلعه. يعني هسه انا اقدر استخدمها وارجعها، وحتى من ارجعها ما حد يشيك السلعه وراك. يعني شوف امازون، لهذا هي امازون رقم 1 بالعالم. يعني هنا بكوهولز، هسه هاي كوهولز راح اوصلها. زين، الفرع مال امازون ما يشيك وراك السلعه ويقول لك ليش رجعتها، ما لهم غرض. زين، ياخذها من عندك، وفوق هاي شنو يعطيك كوبون ب$5. هاي ال$5 شنو تقدر تشتري بيها بس من هو هذا الكوهولز نفس هذا المجمع. زين، هنا $5 ما يزون. فشو اسوي انا بالعاده؟ انه من يعطوني هاي $5 اشتري بيهن حلويات، لان هي الكوهولز كله يعني غراض ملابس وغيرها فغالي. فانا شو اسوي؟ $5 اشتري بيهن حلويات. طبعا هذا المجمع كلش حلو راقي، يعني ملابس كلها من هاي البراندات، بس شنو غالي. هذا الفرع مال امازون فاتحين فرع هنا بالكوهولز، بس ترجع. شنو قدامي دول 2 يكملون وراها انا اسلم. هسه رجعته وانطوني هاي الكوبون ب$5 كاش. زين، راح شنو ادور لي كالعاده حلويات يعني هاي ارخص شيء هنا. انا اشوف لي هنا حلويات عندهم. مو هنا، هاي والله هاي ما ادري السعر، هذا ما كاتبين عليها السعر. النستله طلع سعرها $4.50، وانا عندي $5 هو الكاش. زين، ضل 50 قلت له خذيني شو اسوي؟